عليكم، كيف الحال؟ بس عليكم. بسلام. الاسم الكريم؟ زاهية مطلياتنا خليفي من فاس. كان طالب في حق وليداتي ان شاء الله، لان الورث الله سبحانه وتعالى هو اللي اعطى لهم حتى شي واحد، لكن هما كلاوه وما يعني ما داوهاش فيهم، يعني كانوا صغار. نتوما الحاجه كتورثوا في سي محمد بن البشير الخليفي. نعم. اللي معروف على كمقاول وتاجر في الثمانينات والتسعينات في الدار البيضاء. نعم سيدي. نعم. من عام 1963 ياك؟ نعم سيدي. وملي مات سي محمد بن البشير الخليفي شنو وقع؟ يعني دخلوه الناس بالقوه، وما عرفوا اللي حنايا بالحقيقه سميتو راه بالحق الوليدات والحق ديال اليتامى جاتهم، وما وداو لينا داك البازار ستوب وبالسلعه ديالو بكل شيء ديالو، واحتلوا على كل شيء، وبداو كيبيعوا ويشريوا، يديو يجيبوا غير بعضياتهم كيشريو كيديو ويجيبوا، يعني غير ما حسوش بالناس اخرين كاينين ولا ما كاينينش. الحاجه زاهيه، يعني كان عندك الوليدات اللي هما ذوي الحقوق. نعم. واللي عندهم حقوق، يعني عندهم ذوي الحقوق في سي محمد بن البشير، خصوصا في المحل التجاري ستوب بازار. نعم. احكي لنا عفاك شنو وقع بالضبط في هذاك المحل التجاري ستوب بازار اللي كاين في الدار البيضاء. هذا ستوب بازار سيدي من بعد كان اعرف عليه، لان كانوا من بعد شدوه، ومن بعد دخلوا ليلو يعني صحه، فهمتيني، صحه، وخداو منه السلعه ديالو خواوها. يعني ما حسوش بالمحاجر وما حسوا حتى بشي واحد، خداوها يعني عدوان، ما كاين فيها لا دين. مشينا للمحكمه. ملي مشينا للمحكمه المهم حنايا بعد الحاجه زاهيه ملي مشيتوا للمحكمه، كما شنو هي الاحكام اللي صدرات؟ الصالح ديالكم. الصالح ديالنا حكمت يعني ارجاع المحل ديالنا. اذا شنو كطالبوا بصفتكم ذوي الحقوق؟ شنو دابا بعد هذا المسار الطويل ديال المحاكم ونصفاتكم المحاكمه والجماعه ديال الدار البيضاء، شنو هو المطلب ديالكم دابا الان؟ دابا اللي كنطلبوه هو البازار ديالنا يرجع لنا البازار ستوب بازار اللي في الدار البيضاء. ستوب بازار يرجع لنا. بصح حنا ما كنطلبوا منهم حتى شي حاجه، غير داك السوارت ديالنا تعطيونا. صافي الأحكام جلالة الملك. احكام جلاله الملك هو اللي كيتولى له الامور بصح. ما حاجه واحده اخرى ما فيدناش، يعني ما فيدناش، حنايا ما كنعرفوا. شكرا الحاجه. غنتقلوا ابن الحاجه سي محسن سي محمد. كاين محسن الاخ ديالي، وكاين محمد هو انا خليفي، وكاين يوسف الخليفي، مراد الخليفي، وكاين اسماعيل الخليفي. القصير هذا هو القصير ديال الورثه، كنا ديال الحاج بن البشير الله يرحمه ويرحم والدينا الخليفي، عمنا الله يرحمه ويرحم والدينا اجمعين. وحنايا كنا طالبنا بالحقوق ديالنا في ستوب بازار اللي في المكان ديالو في الدار البيضاء، من المحكمه ومن العماله واحكام وجماعه واحكام كامله تحكمات للصالح ديالنا، وتم التنفيذ، ولكن السلطه خرجت ووقفت كل شيء. وتنشكر السلطه وتنوكل الملك والاحكام كاملين اللي صدرت في حقنا، والحقوق ديالنا الحمد لله رجعت لنا، ولكن المشكل ديال التنفيذ هو اللي مشكل ديال. اذا السي محمد الا سمحتي لي، اذا كاين شي حاجه ماشي هي هذيك كتعتبروا نفوسكم يعني اليوم امام واحد، الا قدرتي تفسر لنا بالضبط شنو التخوف
شنو هو التخوف اللي عندكم اليوم؟ مناش كتخوفوا؟ تنتخوفوا من الايدي الخفيه اللي ما تتبانش، هي اللي بعدات علينا الحق ديالنا هذه 20 عام وحنا تنتابعوا فيه. هاد الايدي الخفيه بعيده علينا، حنايا ما واصلين لهاش وما تنشوفوهاش. فوقاش ما تنقربوا اننا ناخذوا الحق ديالنا تتجي تخرج شي يد خفيه ما تعرفوهاش منين خرجت لنا، هي اللي تتبعد علينا المسافات، ومازال ما عرفت فوقاش يمكننا، حيت هذه 20 عام وحنا تابعين على هذا الشيء هذا، وعندنا الاحكام ديالنا مضبوطه، وعندنا المسائل ديالها كامله مضبوطه، وكاين شي يد خفيه ديما تدخل باش تعرقل المسار ديال الاحكام وتحقق المسار ديال. ولا حسب سي محمد الوراق اللي عطيتوني طالت عليهم ديال الاحكام، فيهم ان واحد السيده تتعتبروا انتم محتله، واللي دارت بزاف ديال الدعاوي وخسراتها كامله، والمحكمه كلها المحاكم اللي كيف قريت في المحاضر انها جات لصالحكم. هاد المحتله هذه واش نتوما كتشوفوا على انها عندها شي ارتباط بهاد الناس الايادي؟ هي مواد باينه اصلا، اللي تيستافد اللي تيقلب على الاستفاده اذا عندها علاقه، اللي عندها علاقه بداك الشيء ديريكت، علاقه عندها مباشره.